اهلا بيكم في برنامج السنيور. تعالوا نشوف كده مع بعض معلومة على السريع. ازاي تحدد مقاس المناسب لقسطرة التشفيط؟ يلا بينا. علشان تحدد المقاس المناسب لقسطرة التشفيط هتعتمد على طريقتين. بالنسبة الطريقة الأولى بتاخدها بالشبه كده، بحيث بتكون النسبة ما بين القطر الخارجي لقسطرة التشفيط والقطر الداخلي للأنبوبة الحنجرية بتوصل ما بين من 50 ل 75%، ودي بتبقى نسبة فعالة جدا حسب الدراسات سنة 2013. إنما الطريقة التانية، ودي الطريقة المهمة جدا واللي بنعتمد فيها على حساب مقاس قسطرة التشفيط، هي معادلة. المعادلة بتقول مقاس الأنبوبة الحنجرية ناقص 1 والناتج اللي يطلع بتضربه في 2. تعال نشوف مثال. لو مقاس الأنبوبة الحنجرية 8، لو جيت تعوض بقى في المعادلة يبقى 8 ناقص 1 هيدينا 7، في 2 يبقى 14. إذا قسطرة التشفيط المناسبة للأنبوبة الحنجرية دي هي مقاس 14. وبس كده، سلام.